طب تيجي تقول لي نتكلم عن ماتش الاهلي ولا ماتش الزمالك؟ الماتشين مهمين، بس انا عايز اتكلم في ماتش الزمالك، وزي ما عودتكم قبل ما اتكلم انزل يا ابني من الانترو. قبل ما اتكلم بقى على ماتش الزمالك وماتش فيوتشر، عايز اقول لك التوك توك. عارف التوك توك؟ ايوه التوك توك. طب ايه دخل التوك توك باللي انا عايز اقول لك يا سيدي؟ عندنا اتنين في نص الملعب، اللي هو عمرو السيسي اللي انا مش عارف اشتمه وانت عارف ليه، ورؤى. هتقول لي فيه؟ اقول لك بص، كل كوره ياخدوها كده لف، يقعدوا يلفوا، مفيش كوره تتباصل قدام. الزمالك في الشوط الاول مفيش كوره من قلبين نص ملعب بتطلع لقدام، الا كور ما رحم ربي، يعني حاجات لا تذكر، انت ما تشوفهاش اصلا. كوره يدوب مع الجنب، كوره على الطرف، مفيش كوره، مفيش باص يعرفك ان انت عندك لعيب سوبر يقدر ينقل الهجمه من ورا لقدام. تعالى بقى نبدا في الماتش. اوسوريو اول مره في حياته، انا مش عارف هو ده عيب في الزملكاويه ولا عيب في مدربين الزمالك، يجي قبل ماتش مهم لازم، او في الماتش مهم نفسه لازم مدرب يفتي. بقالنا اكتر من ماتش بنلعب بسكواد معروف وبلعيبه معروفه، ويجي في ماتش مهم بالنسبه لك عشان تطلع للمركز الثالث يجي عامل فاتيه كده في التشكيل. اصعب يعني اقول لك من اقل الماتشات لاوسوريو اللي انا مش عارف اقول لك ايه. في الشوط الثاني كان كل الهجص اللي هو هجصه ده، وبدا بشغل جديد اللي هو محفظ لعيبته عليه. يعني في ماتش كان في حد من الاداره اعتقد طلع بيقول له غير، مش قال له لا انا عايز طريقتي اللي انا بلعب بيها. طب ليه غيرت النهارده؟ والله انا مش عارف، حاجه غريبه الشكل. ما علينا، تعالى بقى ندخل في اللقاء. الزمالك في الشوط الاول او في اول 10 دقايق يعتبر ما لمسش الكوره خالص نهائيا. اول مره من فتره طويله طريقه لعب اوسوريو اللي هي بتعتمد على الهجوم، فيوتشر يبطل هجومها وبيروح بهجمات. ولو شفت حلقاتي اللي فاتت قلت لك طريقه لعب اوسوريو دي لو ما عملناش دفاع قوي او كان في سكواد قوي يقدر يسد على المهاجمين الصراع، عشان انت عندك ماتش مهم. ركز مع الاهلي، ده من اصعب الماتشات، لان كل الضغوطات عليك انت، لان انت عمال تعمل ماتشات كويس. هيجي يقول لك انت قابلت البابا او قابلت الرعب كله، عملت شويه نتيجه. فانت المفروض تكون رتبت لعيبتك ان عندك ماتش مهم الماتش الجاي. ليه بتغير طريقه اللعب؟ مش عارف. المهم فيوتشر عمل ايه؟ ضغط عكس العاده، لان طريقه لعب اوسوريو هي اللي بتضغط، هي بتطير الاجنحه، بتطير المهاجمين. هو عمل ايه؟ المهاجمين بتوعه ما كانوش قادرين يلعبوا بسبب ان في ثغره اللي هي نص الملعب والمدافعين بتوعك. وزي ما قلنا وعدنا 50,000 مليون مره، وده رقم كبير، ما عندناش مدافعين عدلين. انت ما عندكش سكواد يقدر يسيد الهجمات المرتده، لان طريقه لعب اوسوريو هجوميه زياده عن اللزوم. فعندك ايه اللي يحصل؟ علي ماهر وفيوتشر ما يساهموش عليك في اول 10 دقائق، بيضغطوا عليك، مش مخلينك عارف تباصي كورتين على الارض. واي حد اتفرج على الماتش هيبقى زي كلامه زي كلامي. مش ده اللي حصل؟ ولا جيت تكلم من عندي؟ احمد عاطف بسرعاته بنصر ماهر اعتقد قدروا بكور كتير يهددوا مرمى الزمالك، لحد ما جت الكور اللي بيغلط فيها مع سوء القدر ان اللعيبه كلها وحشه في الشوط الاول. بيغلط محمد صبحي اللي ما بيغلطش بقاله فتره طويله، بيغلط غلطه بيلبس الزمالك الهدف الاول. ودي الفرق اللي هي بتعرف تسير الماتشات بتاعتها. هتقول لي ازاي؟ هقول لك الزمالك لما بيكسب او هو اللي بيتقدم ما بيضغطش، مش دي طريقتنا. فيوتشر بقى بيطبق الاسلوب اللي انا بحبه في الاهلي، اللي هو انا اقدر اجيب هدف تاني بيعمل كده. بص، دفاع الزمالك ونص ملعب كانوا نايمين، صحينا على كوره احمد عاطف بنفس الجول اللي جابه زيك من الموسم اللي فات، كوره من نص الملعب بيعدي محمد عبد الغني والمسلوسي نايمين. هيفوق امتى بقى؟ فاول لما الكوره كانت في الجول. وغلطه برضو محمد صبحي في التسارع والطلوع على الكوره، ما قدرش يقفل الزاويه حتى ولا يصد الكوره عشان يخش فيوتشر الهدف الثاني ويصعب اللقاء على كل جمهور نادي الزمالك، والزمالك ولعيبته في قلب الملعب نفسه. انا قاضي ذمتك لو انت بتقيم كل انديه الدوري الممتاز هتلاقي ثنائي ودفاع اقل من ثنائي ودفاع الزمالك. يعني نص ملعب والمدافعين سيئين جدا. وده يعني لما تيجي تزعل حاجه، يعني يقول لك لما تيجي ازعل حاجه تستاهل. هتقول لي ليه؟ اقول لك انت عندك ثغره في الباك اليمين، فبتعمل ايه؟ جايب حمزه المسلوسي اللي هو اصلا ثغره، فانت بتجدد له ليه؟ اصل هو ما بيطلبش المستحقات، اصل هو بيحب مزاج. اعمل بيه ايه؟ يعني اعمل بيه ايه؟ بدل ما اجيب يعني لعيب اجنبي ينفعني، لا بجدد لحمزه المسلوسي. وانا وانت عارفين هو اتجدد له ليه، مش لازم نحكي في تفاصيل. وفضل الزمالك بيحاول يطلع بالكوره لقدام على استحياء، مش قادر يهدد مرمى فيوتشر نهائيا. الشوط الاول والله باكتساح كله لفيوتشر، وده مشجع الزمالكاوي بيقول لك اللي حصل، وانت اكيد شفت ده. الزمالك عشان يجي المنقذ احمد سيد زيزو ويشوط كوره يدخل بيها الزمالك غرف تغيير ملابس بان هو اريحيه ان انا مش مضغوط بجونين،
هدف ممكن يتعادل. بصراحه زيزو كل ما الزمالك بيحتاجه بيقف وزياده. الماتش ده لو زيزو بالذات ما جابش الجول قبل نهايه الشوط كان هيحصل ما لا يحمد عقباه. فيوتشر كان هيخش والضغط على الزمالك، وبدل ما هو شايل مقاولين 6 الماتش فات هيشيل من فيوتشر 6 لولا احمد سيد زيزو. والحظ بيصالح الزمالك، وده قليل اول ما تلاقي الحظ بيلعب مع الزمالك. هتقول لي ليه؟ هقول لك يا سيدي ان الزمالك بعد ما كان مهزوم 2-0 بيخش وهو في تغيير نفس عشان يبدا الشوط الثاني وهو متعادل 2-2. عرضيه يغلط فيها جنش يقابلها ناصر منسي عشان يسجل الهدف الثاني لنادي الزمالك. بعدها بقى اوسيريو بيقول لك انا غلطان وبيرجع للتشكيل المتعود عليه وطريقه اللعب اللي متعود عليه. بص انا عايز اقول لك حاجه، خدت بالك من ابراهيم نضاي؟ الراجل دفاعيا بصراحه بيتطور كل يوم عن الاول، الراجل بدنيا وده الجناح المفضل بالنسبه لي جدا، يبقى عندي جناح بيقدر يهاجم وجناح يقدر يدافع. لكن طاهر محمد طاهر كان مثال في النادي الاهلي، راجل دفاعيا كويس لكن مهاريا مش احسن حاجه. تخيل طاهر محمد طاهر ده لو بدنيا زي ما هو وهجوميا زي بيريز تاو كان هيبقى عندك جناح محدش يقدر عليه. لكن في الشوط الثاني اوسيريو بيعدل الطريقه وينزل شيكابالا وعمر جابر وابو الفتوح اللي انا مش عارف ازاي مقعده بره. جالك قلب يا راجل تقعد الفتوح بره، وبيطلع رؤى وعمرو السيسي، وفي الهجوم بيطلع كمان سيف الدين الجزيري عشان ينقلب الطريقه وتنقلب الحال تاني. بدل ما فيوتشر هو اللي كان ضغط الزمالك بيضغط فيوتشر بيحجمه كتير عن الشوط الاول. الزمالك امتع في الشوط الثاني عشان رجع لطريقه اللعب اللي كان متعود عليها بقاله فتره طول. فانت لو جيت فاتيت قبل ماتش الاهلي هنلبس اسود خالصين، فما تجيش في الماتش تعمل تغيير احنا مش فاهمينه. يعني اتعودنا خلاص ولاعيبتك بكلامك انت طلعت وقلت ان هم كل واحد عرف اساسيات مركزه وقدر يحدد اللي هو عاوزه، فما تجيش بالله عليك تفتح عشان شكلها هيبقى يوم اسود لو هزمنا من الاهلي. كل اللي انت بنيته الفتره الاخيره دي هيضيع في مهد الريح. فلازم تقول لعيبتك انت عندك ماتش مهم قدام الاهلي ولازم ولابد في المكسب، مش لهدف ما عشان تخلي طريقتك معترف بيها. ما هو انت لو كسبت الاهلي هيبقى عندك اريحيه ان خلاص انا استقريت بنسبه 100% على الطريقه دي هكمل بيها في البطوله العربيه. لحد ما جت اللحظه الحاسمه، كوره احمد سيد زيزو، الكوره اللي بص والله ممتعه، كوره فيها ذكاء، ويقول لك ان زيزو اندريتد جدا فوق ما تتخيل. راجل عنده شغف ان ما يشوفش فرقته مهزومه، راجل بيعمل كل اللي عليه. والماتش ده بالذات جاي لك وبيقول لك ان الزمالك ناقصه مراكز كتير. مش كل الناس هتطلع تقول لك احنا عايزين مراكز وتدعيمات ومفيش حاجه بتحصل. هتضيف انت المفروض تستغل. سبحان الله من عجائب القدر ان الزمالك لما يبقى واقع عنده مدير جامد فيقول لك يا سلام لو كان عندنا اللعيبه القديمه على المدرب ده. طب ما تطبق، عندك اكتر من لعيب ممكن تجيبه. مصطفى فتحي اهو القدر بيسمح لك انك تجيبه، عندك امام عاشور حاول يا راجل تجيبه، مش طالع تقول لي اصل انا جبته 10 مليون ب 90 مليون. انت جبته بجنيه بعته بمليون جنيه، انت محتاجه النهارده، محتاجه الفتره دي. لازم تدعم لعيبتك بلعيبه كتير، لازم سكواد يبقى قوي، الراجل ده لازم يستغله في كل يوم هو في النادي. المهم زيزو بيسجل الهدف الثالث وبيعطي افضليه لنادي الزمالك. وعجبني فعلا اوسيريو لما سحبه في نهايه الشوط، خاف عليه من انذار لانك عندك ماتش، وكل مره هقول لك عندك ماتش مهم مع الاهلي. كل فيديو هرجع اقول لك تفصيله وجود احمد ابو الفتوح في نص الملعب مديه للزمالك افضليه هجوميه فوق ما تتخيل. بصراحه يسلم اوسيريو. احنا بيجي لنا مثلا لو انت فاكر كريستيان جروس لما جه نادي الزمالك خلى عبد الله جمعه من لاعب معلش مدفون في الدكه لظهير ايسر عالمي. النهارده بترجع مفتوح في مركز مش مركزه وبيأدي فيه وبيدي الزمالك سلاح فتاك. تخيل كوره نفس كوره المحله بيديها مفتوح لشيكابالا، لكن القائم بيحرم او العارضه بتحرم شيكابالا من هدف رابع. الماتش ده ليه ايجابيات ياما وليه سلبيات ياما، بس علمك وقرصت ودن عشان عندك ماتش مهم قدام النادي الاهلي. وبالمناسبه بقى الاهلي كان بيلعب النهارده مع الاتحاد السكندري، عمل ايه؟ خطف الجولين وخلص الماتش. مفيش حاجه تذكر ان الاهلي كسب 2-0. وكهربا هو انت يا ابني عايز ايه؟ هو انت كل لما هو يعني يجي لك انذار ان انت هتتوقف تجيب جون بقالك شهر مش عارف تجيب جون؟ وهقول لك على حاجه من سخريه القدر، انك انت هتشوف محمد شريف اللي مش عارف يفنش ولا هجمه مع الاهلي هيبقى سفاح جامد في ماتش القمه. ما تفهمش هو حاجه غريبه، ما تسالنيش هو بيحصل كده، تلاقي اللاعب مش في فورمته او مش عارف يسجل ومش عارف يستلم يجي قدام الزمالك ويقلبوا مارادونا. تخيل مش عارف ايه اللي بيحصل، ايه اللي يخليهم يعملوا كده. قبل ما انهي الحلقه بكلام تاني بمناسبه امام عاشور، انا في اخبار بتاكد ان امام عاشور خلاص
دون قوسين او ادنى من الانضمام للنادي الاهلي. ودي لحد النهارده لحد اللحظه اللي بكلمك فيها دي امام لسه ما مضاش في الاهلي، لكن في الضغوط من وكلاء لعيبه عشان خاطر، وانت عارف مين الوكلاء دول، انه يمضي في النادي الاهلي. عمالين بقى لهم فتره طويله، والكذاب اللي يقول لك عكس كده ان هم بيدرجوا الخبر لجماهير النادي الاهلي عشان يتقبلوا فكره وجود امام عاشور في النادي الاهلي بعد اللي عمله. ده كان ملخص اخبار النهارده. لو اول مره تشوفني دي حاجه غريبه، ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير، واللي جاي ان شاء الله واتمنى يكون خير. كان معكم الانس، اشوف حاجه جديده، سلام.